اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. كل عام وحضرتكم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. ربنا يجعله عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب العالمين. النهاردة زي ما احنا شايفين كده فيديو عن هرمون السعادة بالنسبة لنا، وبمناسبة ان خلاص شم النسيم قرب. هنقدم لكم طريقة عمل الفسيخ بأسهل الطرق. طبعا ان انت تعملي الفسيخ بايديكي وفي بيتك حاجة كده هتبقى حاجة نظيفة وهتوفر لك كتير. انا بجيب البوري او الطبارة، سواء دي او دي، بجيبها بغسلها كويس جدا وبنشفها وبحوش كل السوائل اللي بتفرزها، بسيبها وبيتها في كيس مقفول عليها ليلة كاملة في قلب الكيس في قلب المطبخ. بعد ما بنضفها بسيبها ليلة كاملة، بس لازم تكون مربوط عليها. وعندنا أهم مكون اللي هو الخليط ده، اللي هو عبارة عن الملح وشطة وكركم. تمام، 3 مكونات بس اللي أنا بستعمله، الملح والشطة والكركم. تمام، زي ما احنا شايفين كده، ما بكترش. والعلبة اللي تكون نظيفة وكيس بلاستيك نظيف هحط فيه الفسيخ بتاعي. طبعا الطريقة مفيش أسهل من كده، النتيجة مفيش أروع من كده. هناكل فسيخ نظيف وريحته جميلة وطعمه جميل، ومفيش يعني هيوفر لك كتير. طبعا النهاردة كيلو الفسيخ معدي، يعني ممكن يعمله فوق 300 جنيه. انا بجيب البوري بتاعي زي ما احنا شايفين كده، وبحشي راسه بالخلطة بتاعتي. بمسكها كده بملاها بالملح والشطة والكركم، وبرش عليه يمين وشمال كده، مفيش اكتر من كده. طبعا في خطوة مهمة انا بعملها قبل ما بعمل كده. لو انا عايزة الفسيخ زي ما شفنا في بداية الفيديو، فسيخ الفص بتاعه طري ويتاكل بالمعلقة زي ما احنا شفنا كده، انا بحبه كده. بعمل له تدليك لكل الجسم كده، امسكه ادلكه كده بصوابعي قبل ما احط عليه الملح. تمام، زي ما احنا شايفين كده بعمل كل واحدة خلف خلاف، يعني الراس والديل عكس بعض، يعني بعمل واحدة واحدة كده وبخلصهم وارصهم كلهم في العلبة بنفس الطريقة. بحشي الراس وارش على جسم السمكة من فوق ومن تحت الملح. وبعد ما بخلص الفسيخ بتاعي كله او السمك البوري بتاعي كله، بعد ما ملحه بقفل عليه الكيس حلو كويس جدا، بربطه كويس جدا وبطلع منه الهواء، ومفيش اكتر من كده. ما بحطش زي ما في بعض الاخوات عملوه باللي حطوا عليه خل او حطوا عليه زيت، انا بعمله كده بس النتيجة فعلا جميلة، يعني ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. شوفوا السمكة انا بحبها طرية كده، بتتاكل بالمعلقة زي ما بنقول عليه لهط، او يعني الفص بيبقى سايب نفسه. وجنب منه البصل بتاعي طرنشات زي ما احنا جوانح كده زي ما احنا بنعمله، والليمون. حاجة بصراحة أنا بالنسبة لي ده هرمون السعادة. حاجة كده باكلها، الريحة حلوة مقبولة، الطعم جميل جدا، حاجة نظيفة، لا وجع بطن بعد الأكل ولا أي مشاكل من اللي احنا بنسمع عنها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب بالقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.